السلام عليكم، معاكم احمد خيري وده اكسكلوسيف وركس. النهارده معانا عربيه سبورتاج موديل 2324. العربيه دي كانت عربيه فئه متوسطه، كان فيها شويه مواصفات، لا مش شويه مواصفات، فيها مواصفات كتير ناقصه. عملنا فيها شغل كبير جدا. هنشوف ايه اللي احنا ضفناه في العربيه. ضفنا فيها انظمه كتيره زي الكاميرات ال 360، زي الرادار، الرجوع للمسار، الجير الالكتروني لاول مره، وبعض الانظمه الثانيه. هنشوف احنا ركبنا ايه مع بعض. اتمنى الحلقه تعجبكم ونشوف مع بعض. ايه اللي ضفناه على العربيه؟ ركبنا فيها فوج لايتس، ركبنا فيها فوانيس البروجيكشن لامب اللي فيها عدسات، ركبنا فيها كاميرات 360، غيرنا المرايتين بكاميرات فيها كاميرات 360، وركبنا الكاميرا بتاعت 360 الخلفيه. بالنسبه لجوه العربيه ركبنا شاشه العدادات الكبيره زي ما احنا شايفين، العداد ال 12 بوصه مع الشاشه الكبيره. نظام الصوت من هارمان كاردون المميز جدا. والاول مره ركبنا الجير البكره زي ما احنا شايفين. الفتيس ده مش الفتيس العصايه، العربيه كانت جير الفتيس بتاعها فتيس عصايه، احنا حولناه لبكره. ركبنا كمان الشاحن الوايرلس، ركبنا كمان نظام التكييف الاوتوماتيك الدول زون، الشاشه التاتش. ركبنا فيها انظمه كتيره جدا. نبدا بقى نشوفهم واحده واحده مع بعض ونشوف مع بعض ايه اللي ركبناه في العربيه. شاشه العدادات الكبيره، الشاشه النظام الصوتي من هارمان كاردون الشاشه الكبيره، ركبنا كمان التكييف الاوتوماتيك، ركبنا كمان الشاحن الوايرلس، ركبنا كمان التكييف، ركبنا كمان الفتيس البكره، وكمان الكاميرات 360. كاميرات 360 طبعا شغاله معانا كمان على العداد. لو هنيجي نبص هنلاقيها موجوده هنا. الكاميرات 360 ال 3 دي جايب العربيه من بره، بالاضافه ان هي شغاله كمان معانا على المرايات مع الاشاره اليمين والاشاره الشمال. ضفنا كمان نظام اللين كيب اسيست ونظام اللين فلونج اسيست اللي بنشغله من الزرار ده، والسمارت كروز كنترول اللي بنشغله من الزرار ده. كمان ركبنا لمبه السقف الفول ال دي اللي اضاءتها قويه جدا ورا وقدام. كمان ركبنا في العربيه مرايه التعتيم الاصليه. كل الحاجات اللي احنا عملناها بشكل احترافي، بتوصيل زي ما تكون نازله من المصنع بالظبط. طبعا العربيه خدت مننا وقت كبير جدا عشان نقدر ان احنا نوصل للمستوى اللي احنا وصلناه ده، تبقى العربيه شغاله بالشكل اللي احنا شايفينه ده زي ما تكون نازله من المصنع. هنشوف بشكل سريع ايه اللي احنا عملناه خطوه بخطوه ونشوف مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين بيبقى في الفتيس العادي اللي هو عصايه، بيبقى فيه سيلكتور عادي متوصل بعصايه من هنا عشان تقدر تحرك الفتيس على البي والار والان والدي. الجزء ده هنغيره، وهنغير الضفيره من هنا لغايه جوه العربيه عشان نركب الشيفتر او السيلكتور الالكتروني. طبعا علشان دي الضفيره اللي احنا هنركبها في اختلافات بتبقى بين الضفيره الاستيراد، لان العربيه اللي جايه معانا الباور ستيرنج بتاعها موجود جوه العربيه. العربيات اللي بتبقى جايه من كوريا بتبقى البار بتاعها على الاسكاترا، فاحنا شلنا الجزء بتاع الضفيره اللي فيه الباور ستيرنج جوه العربيه، وهنحطه بقى على الضفيره الجديده اللي احنا جايبينها علشان نظبط الدنيا ونشغلها مظبوط. طبعا علشان نوصل لتوصيل المصنع هنلاقي فيه عندنا نوعات في علبة الفيوزات، لازم بنزود فيوزين اي شيفتر 1 ودي شيفتر 2.
ده بنوصلهم هنا، فطبعا بنزود اسلاك هنا على الضفيره وبنركب اماكن الفيوزات زي ما احنا شايفين ونقفل بعد كده ونشوف مع بعض. المرحله دي بقى هنبدا ان احنا نفك عصايه الفتيس والواير بتاعها، عشان ده مش هنبقى محتاجينه لان احنا هنعمل شيفت باي واير هيبقى بزراير، فمش محتاجين الجزء ده. هنفكه ونشوف مع بعض. ده الواير بعد ما طلعناه كده ده مش عايزينه. وده الاكشويتر بعد ما فكناه، ده اللي راكب في العربيه وده الجديد. طبعا لازم ناخد المعيار بتاعنا عشان يكون مقاس بتاع الكلاتشات مظبوط، ما يعملش معانا مشكله لما نيجي نعمل معايره. فلازم نقيس الطول من هنا لهنا ومن هنا لهنا، نخلي اللي كان راكب في العربيه زي اللي هنركبه في العربيه ونشوف مع بعض. وما تخضوش يا جماعه من المنظر اللي احنا شايفينه ده، لان دي التجربه الاولى للجير الالكتروني بعد ما ركبناه. خد كده يا استاذ ياسر. ندي العربيه دي، جابت دي تتحرك ان، الكاميرا اشتغلت ان، كل حاجه شغاله معانا تمام. وبكده نكون نجحنا ان احنا نركب اول عربيه كيا سبورتاج على ظهر الكوكب الجير الالكتروني. بعد التجربه الاولى الناجحه هنبدا بقى نقفل كل حاجه بالشكل المظبوط ونمشي الحاجه بالشكل المظبوط ونقفل العربيه زي ما كانت ونشوف مع بعض. مش بس هنركب نظام الالكترونيك شيفتر او الشيفتر الكهرباء، هنركب كمان فوانيس شبوره، رادار، ورجوع للمسار. كل الانظمه دي هنركبها بنفس مخطط المصنع زي ما احنا متعودين. كده بعد ما ركبنا الفوانيس الفول ال دي، اشارات وعالي وواطي، عدسات، ووصلنا الحساسات الاماميه زي ما احنا شايفين. دي الضفيره ماشيه بالشكل المظبوط. دلوقتي بندخل الاسلاك عشان ندخلها جوه العربيه من نفس المسار الاصلي. بعد كده هنبدا نقفل الاكسدام ونشوف مع بعض. A few moments later. علشان نركب الأنظمة دي بنغير حاجات كتير في العربية. أول حاجة احنا عدلنا الضفيرة بنفس مواصفات المصنع، غيرنا جهاز ال ABS، ركبنا الرادار اللي مكانه هنا وغيرنا الشبكة دي، ركبنا الكاميرا 360، ركبنا الفوانيس الفول بروجيكشن لامب، وكمان فوانيس الشبورة. كل ده عملناه بنفس مواصفات المصنع. تعبنا شويه بس التعب يستاهل لان النتيجه طلعت مرضيه ليا، ويعني حاجه جميله جدا. العربيات الكوريه اتطورت جدا الفتره اللي فاتت دي.
بقت فيها تكنولوجيا من ساعه ما شغلوا الالمان والاوروبيين معاهم. الصراحه العربيه دي تعبتني جدا، لان في فرق كبير جدا بين العربيه الستاندرد والعربيه الفول اوبشن. دي عربيه ودي عربيه ثانيه خالص، في اختلافات كبيره جدا في انظمه التحكم في العربيه. ده تعبني جدا عشان اقدر اوصل للنتيجه دي، بس انا مبسوط لان انا في الاخر قدرت ان انا اعمل حاجات محدش عملها قبل كده، وده يعني بفضل الله ومساعده يعني مخططات الشركه وفريق العمل اللي كان شغال معايا ساعدني كويس جدا ان انا اقدر اوصل للنتيجه دي. الصراحه يعني تعديل الضفيره كان فيه شغل كتير، في قطعه كانت ناقصه بعتنا جبناها من هنا ومن هنا ومن هنا، وده اللي خلانا ناخد وقت كبير، لكن برضو زي ما قلنا النتيجه في الاخر كانت مرضيه ليا ومرضيه لصاحب العربيه. ويعني هنجرب بقى نشوف اداء الانظمه دي واحنا ماشيين شكله عامل ازاي ونشوف مع بعض. طبعا الانظمه اللي معانا ده النظام الجير البكره، يعني نقدر نتحكم فيه، وفي ميزه كمان ان هو النظام ده بيبقى محافظ على الفتيس كويس جدا، لان انا ما بقدرش ان انا اغلط. لو انا مثلا ماشي وبالغلط دوست على زرار البي هنلاقي الفتيس ما بيستجيبش معايا، جبت على الار برده مش هيستجيب معايا، معنى كده ان النظام شغال بشكل كويس. كمان احنا ضفنا معانا التكييف الالكتروني، دي الشاشه دي بتبقى شغاله تحكم في الشاشه والتكييف، بقدر اتحكم هنا بالتكييف زي ما احنا شايفين عليه درجه الحراره واوطيها، او هنا وده شاشه تاتش. ولو هنا كمان قمت انا عامل كده يبقى كده هقدر اتحكم في الشاشه نفسها، افضل افتح السيت اب او الميديا او الراديو او ايا كان الحاجه اللي انا شغال عليها او اقفله. الشاشه تاتش والاستجابه بتاعتها سريعه جدا، والعدادات السوبر فيرجن المميزه جدا في النظام اللي احنا مركبينه، لان هو بيبقى مديك احساس انك انت في طياره. في بيانات كتير جدا بتبقى ظاهره قدامك على العداد بشكل جرافيكس مبهر. طبعا العربيه لما احنا بنبقى ماشيين نظام ال LFA بيبقى شغال، ونظام السمارت كروز كنترول بنقدر نشغله كده. النظام شغال مع سرعه 60، والعربيه تقدر تمشي بشكل تلقائي لوحدها زي ما احنا شايفين. هي كده ماشيه بشكل تلقائي، انا مش محتاج ان انا ادوس على اي حاجه، هي شغاله بشكل تلقائي لوحدها. ولو جت قدامنا عربيه هنلاقيه بيهدي لوحده. طبعا من هنا بتحكم في المسافه بتاعه الرادار زي ما احنا شايفين، اقدر ازودها وانقصها كده، هعملها على اعلى حساسيه، ظابط سرعه العربيه على سرعه 80، وانا مش محتاج ان انا امسك اي حاجه خالص، العربيه ماشيه بشكل تلقائي لوحدها. ده بفضل القطع اللي احنا مركبينها ومظبطين البرمجه بتاعتها زي ما تكون نازله من المصنع. انا مش محتاج ان انا اقلق من اي حاجه، العربيه بتبقى شغاله بشكل تلقائي. واحلى حاجه في الانظمه دي ان هي انظمه ريليبل او اعتماديه، بعتمد عليها وابقى واثق فيها جدا. طبعا احنا ما وصلناش لمرحله ان هي تبقى يعني قياده آلية بشكل كامل، انت محتاج تبقى متابع العربيه شويه، بس يعني في معظم الاحيان العربيه بتبقى شغاله بشكل تلقائي كويس جدا. زي ما احنا شايفين هي ماشيه لوحدها، بدات تهدي لان في عربيه قدامنا جت سرعتها اقل من سرعه الطريق او السرعه اللي انا محددها على مثبت السرعه، فهي هتهدي معاها وهي متابعاها وماشيه تبع الحاره اللي هي فيها. انا مش بعمل اي حاجه، لا دايس لا بنزين ولا فرامل، العربيه ماشيه بشكل تلقائي لوحدها، ودي ميزه جدا. طبعا عربيه ثانيه طلعت قدامنا، العربيه هتهدي، ولو وقفت خالص العربيه هتقف خالص. طبعا نظام كاميرات 360 زي ما احنا شايفين نظام حلو جدا، ممكن اقدر استخدمه كمرايه خلفيه يجيبني الطريق وشايف زوايا العربيه، بحيث ان انا اقدر اسنتر العربيه في وسط الحاره لو انا يعني ما بعرفش اسوق كويس، هيساعدني كويس جدا النظام ده. ولو انا بغير الحاره هلاقي الكاميرا بتطلع عندي على العداد يبين لي، بدل ما ابص على المرايه هبقى باصص في العداد بس واشوف ايه لو في عربيه جنبي ولا لا، ولو في حاجه عندي في النقطه العاميه هيديني برضه تحذير على العداد هنا ان في عربيه عندي في النقطه العاميه. هنجرب كده، نيجي جنب العربيه اللي جنبنا دي هنلاقي في هنا اشاره حمراء ان في عربيه جنبي، ولما ادي اشاره هيديني تحذير ان انا ما اروحش. هنلاقي العربيه ظاهره معانا هنا في المرايه، مش محتاج ان انا ابص على المرايه اصلا علشان يعني اشوف اذا كان في جنبي عربيه ولا لا. التكنولوجيا حلوه مفيش كلام. طبعا احنا كمان ضفنا على العربيه نظام الشفتات ونظام الهابتك وورنينج. نظام الهابتك وورنينج ده فايبريشن بيبقى موجود في الطاره العربيه، لو انا مثلا جيت اخرج بره الحاره او في تحذير محتاج، هلاقي الدركسيون بيتهز تحت ايدي عشان يبين لي ان في مشكله، فانت انتبه. طبعا الشفتات كمان حاجه رياضيه حلوه جدا، ما عادش فيه مانيوال من هنا، المانيوال بقى موجود هنا بس، مجرد ان انا بنقل من هنا فوق وتحت. ولو عايز ارجع للنظام الاوتوماتيك
وبمنتهى البساطه هدوس على النظام الزائد لمده طويله هيرجع تاني للاوتوماتيك، او لو انا سبته فتره صغيره كده ممكن مثلا بتاع 30 ثانيه هلاقيه بيرجع للاوتوماتيك بشكل تلقائي. كل الانظمه برضه زي ما قلنا احنا مركبينها بنفس مخططات المصنع وشغاله بنفس جوده المصنع ونفس اداء المصنع، فيعني الانظمه محدش يبقى قلقان منها وهي راكبه ان شاء الله. نظام فرامل الطوارئ هنجربه دلوقتي. زي ما احنا شايفين العربيه ضربت فرامل لوحدها، انا طبعا علشان قوه الفرمله بتبقى شديده قوي لدرجه ان هو هيبقى يجي يوقف العربيه انا ممكن الزق في الازاز. انا فاديت العربيه، ادانا تحذير على العداد الاول وبعد كده مسك فرامل. طبعا انا لو ما فادتش العربيه هو هيفضل مكمل ماسك فرامل وهيخلي العربيه تقف بشكل عنيف جدا. النظام ده نظام ممتاز جدا للامان للناس اللي بتسرح، هيساعدك انك انت تقف. طبعا هو الموضوع ده مشكله في مصر لانك انت بمجرد انك انت هتبقى مشغله اي حد يجي قدامك هيبدا يشغل النظام ده، فاقدر اتحكم في الحساسيه بتاعته من العداد زي ما هنشوف السيتنج دلوقتي. فرامل الطوارئ الخلفي، انا مش هدوس فرامل، خلي العربيه ترجع بشكل تلقائي لوحدها، اشوف هتقف ولا مش هتقف. ما دوستش فرامل. بتاعتنا هنلاقي فيها السيتنج بتاعت العربيه بالكامل، هنلاقي فيها نظام التحكم في السرعه، هنلاقي فيها الورنينج تايمينج، هنلاقي التحكم في العداد، الدرايفنج اسيستنس فيها انظمه كتير زي اللين سيفتي والفورورد سيفتي، الحاجات اللي زي كده. اكتر حاجه مخليني سعيد ان كل اللي شافوا العربيه محدش فيهم لاحظ ان العربيه معمول فيها شغل اللي احنا شفناه في الحلقه دي، وده في حد ذاته انجاز ليا. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، نتمنى تكون الحلقه عجبتكم. متنسوش لو عجبتكم تعملوا اشتراك للقناه لو ما كنتوش مشتركين بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل تنبيهات الجرس، ومتنسوش تنشروا الحلقه بين اصحابكم عشان الناس تشوف الشغل اللي احنا عملناه والانجازات اللي احنا عملناها. نتمنى نشوفكم في حلقات جديده مع مواضيع جديده. مع السلامه.